السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعرف حلقة من الحلقات المهمة جدا، وهنعرف خلالها الفرق بين صنفين مشهورين جدا وهما الجابتن والسيمباتكس، وهنعرف دواعي استعمال كل نوع وجرعاته ومين الناس الممنوعة تماما من استعماله. فيلا بينا نبدأ. خلينا نبدأ الأول بالجابتن. والجابتن بيحتوي على مادة الجابابنتين، ودي بتنتمي لفئة من الأدوية بتسمى بالأنتي كونفالجنت أو مضادات التشنجات. والجابابنتين بيعالج نوبات التشنج عن طريق تقليل الإثارة غير الطبيعية في الدماغ، وكمان بيعمل على تقليل الألم عن طريق تغيير الطريقة اللي بترسل بيها الأعصاب رسائلها للدماغ، لأن لو قلت الرسائل اللي واصلة للدماغ فالألم هيخف. والجابتين بينزل بكذا تركيز، يعني بينزل منه تركيز ال 100 مللي جرام وال 300 وال 400. طيب يا دكتور، إيه هي دواعي استعمال الجابتين أو بيوصف لمين؟ أول حاجة، الجابتين بيستخدم لتخفيف آلام الأعصاب، لأن الجابتين بيستخدم لتخفيف آلام الأعصاب الطرفية، خصوصا الآلام طويلة الأمد الناتجة عن تلف الأعصاب. وبتنتج الآلام دي خصوصا في الساقين والذراعين من مجموعة متنوعة من الأمراض، منها مرض السكر والحزام الناري. والمريض بيشتكي من السخونة والحرقان والإحساس بالإبر في إيده ورجله. تاني حاجة، الجابتين بيوصف لعلاج عرق النسا. وعرق النسا معروف إنه الألم اللي بينتشر على طول مسار العصب الوركي، واللي بيتفرع من أسفل الظهر وبيمر للفخذ والأرداف وصولا لأسفل الساق. وعرق النسا عشان تكون عارف بيأثر على جنب واحد بس من الجسم، وهتلاقي دكاترة كتير بتوصفه لحالات عرق النسا. كمان الجابتين بيوصف لعلاج الصداع، لأن بعض الدراسات أشارت إن مادة الجابابنتين الموجودة في الدواء ليها تأثير فعال في الوقاية من الصداع في حالة مرضى الصداع النصفي. كمان الجابتين بيوصف لمرضى الصرع، والجابتين بيستخدم مع أدوية تانية للمساعدة في السيطرة على أنواع معينة من التشنجات عند الأشخاص المصابين بالصرع. كمان الجابتين بيوصف لمرضى السكر، والجابتين بيستعمل لعلاج الآلام الناتجة عن اعتلال الأعصاب الناتج عن العديد من الحالات ومن أهمها السكر، لأن مرض السكر بيأثر بالسلب على الأعصاب مع الوقت. آخر حاجة إنه الجابتين بيوصف لحالة اسمها restless leg syndrome أو متلازمة تململ الساقين، وده اضطراب في الجهاز العصبي بتلاقي فيه الشخص عنده رغبة إنه يحرك رجليه، خصوصا لما يقعد لفترات طويلة أو لما يجي ينام. كده نكون عرفنا دواعي استعماله، وخلينا بقى نعرف الأعراض الجانبية للجابتين أو إيه هي أضراره. من أهم الآثار الجانبية اللي ممكن تحصل هي ظهور أعراض الحمى والقشعريرة والتهاب وجفاف الحلق وآلام الجسم والتعب غير العادي. كمان ممكن المريض يشتكي من الدوخة والدوار والنعاس والتعب، ممكن يشتكي من مشاكل في الرؤية والتوازن، وممكن الدواء يسبب له تورم في الساقين، كمان يسبب له مشاكل في الكلام، وبرضه ممكن يسبب ضعف في الانتصاب عند الرجالة، وآخر حاجة ممكن يسبب غثيان أو قيء. والأعراض دي ممكن يظهر منها عرض أو اتنين، ممكن ما يظهرش منها حاجة خالص. في بقى حاجات لازم تاخد بالك منها أو تبلغ الطبيب المعالج لو هيوصف لك الجابتين. أول حاجة، إنك ممنوع تاخده في حالة التحسس المفرط تجاه أي مكون من مكونات الدواء. كمان لازم تبلغ الطبيب المعالج لو عندك اعتلال في الكلى سواء الحاد أو المتوسط، أو بتغسل كلى وده ناتج عن الفشل الكلوي، أو اضطرابات في الجهاز التنفسي، أو عندك اضطرابات في الجهاز الهضمي عموما. وبرضه لا يفضل وصفه للمصابين بالاكتئاب أو الناس اللي عندها أفكار انتحارية. طيب يا دكتور، إيه هي جرعة الجابتين أو طريقة استعماله؟ الجرعة بتكون ما بين 300 مللي جرام ل 900 مللي جرام يوميا، وبتكون متقسمة على جرعات خلال اليوم. وأقصى جرعة ممكن تستخدمها من الجابتين هي 3600 مللي جرام يوميا. طيب يا دكتور، هل الجابتين ليه بدايل بنفس المواد الفعالة؟ أيوة طبعا، أهمهم الأندروبنتين والجاباليبسي والجابانيو والجابي ماش والكونفنتين والجرالابنتين والنيورنتين والنيوروجليبنتين، واللي يمشي على الجابتين يمشي عليهم. خلينا بقى نروح للصنف التاني وهو السيمباتكس. والسيمباتكس بيحتوي على مادة الدولوكستين، ودي مادة فعالة من مضادات الاكتئاب واللي بتنتمي لفئة من الأدوية اسمها SSNRI أو مثبطات امتصاص السيروتونين والنور أدرينالين الانتقائية. وده بيساهم في زيادة مستوياتها في الدماغ لخلق توازن وعلاج بعض الحالات المتعلقة بالمواد دي، زي حالات الاكتئاب ومشاكل الأعصاب. والسيمباتكس بينزل منه 3 تركيزات: 20 مللي جرام، 30 مللي جرام، و60 مللي جرام. طيب يا دكتور، ايه هي دواعي استعمال السيمباتكس او بنستعمله في ايه؟ اول حاجه، بيوصف لعلاج اضطرابات الاكتئاب الحاده. كمان بيوصف في اضطرابات القلق. كمان بيوصف لعلاج الام الاعصاب المرتبطه بمرض السكر. كمان بيوصف لعلاج الالم العضلي الليفي او الفايبروميالجيا. كمان بيوصف لعلاج الام العضلات والعظام المزمنه. كمان ممكن يوصف لعلاج سلس البول المرتبط بالقلق عند السيدات.
خد بالك إن الدواء ده لا يصرف إلا تحت الإشراف الطبي بس. خلينا بقى نعرف الأعراض الجانبية للسيمباتكس أو إيه هي أضراره. السيمباتكس ممكن يسبب بعض الأعراض غير المرغوب فيها، واللي منها النعاس أو الدوار المصحوب بالصداع، الغثيان أو القيء، مشاكل في الجهاز الهضمي زي الإمساك، فقدان في الشهية وخسارة الوزن، جفاف في الفم، التعرق الزايد. كمان ممكن يسبب فقدان الرغبة في العلاقة، وممكن كمان يسبب ضبابية أو عدم وضوح الرؤية. طيب يا دكتور، إيه هي موانع استعمال السيمباتكس؟ أو مين الناس اللي ما ينفعش تستخدمه؟ أول حاجة، ممنوع في حالة الحساسية تجاه أي مكون من مكونات الدواء. كمان ممنوع لو بتاخد الأدوية من عيلة الماوس أو عيلة المونو أمين أوكسيديز إنهبيتور، ودي أدوية بتستخدم لعلاج حالات الاكتئاب. كمان ممنوع على الأطفال تحت عمر 18 سنة، وبرضه ممنوع في بعض حالات الجلوكوما، وبرضه لا يفضل وصفه في الحمل أو الرضاعة الطبيعية، ويعتبر كاتيجوري سي في الحمل. وفي حاجة عايز أقولها لك، إنك لازم تبلغ الطبيب المعالج لو أنت بتشتكي من حاجة من الحاجات دي قبل ما تاخد الدواء، زي إنك لو بتشتكي من أمراض في القلب أو ارتفاع في ضغط الدم، لو عندك اضطرابات نفسية زي اضطراب ثنائي القطب أو الميول الانتحارية، كمان لو عندك شلل الرعاش أو صداع نصفي أو حالات العدوى الحادة، أو بتشتكي من اعتلال في الكلى أو الكبد، كمان لو أنت مصاب بالصرع أو عندك نوبات تشنجية، وبرضه في حالة وجود أمراض الدم زي النزيف وظهور الكدمات بسهولة، كمان لو عندك أي اضطراب من الاضطرابات الجنسية. في الحالات دي يفضل إنك تبلغ الطبيب المعالج قبل ما يوصف لك الدواء. طيب يا دكتور، إيه هي جرعة السيمباتكس؟ الجرعة بتوصف عن طريق الطبيب المتخصص، لأن الجرعة بتختلف من شخص للتاني على حسب حالة المريض ونوع الشكوى اللي بيعاني منها. وهنقول الجرعة للمعرفة مش أكتر. دواء يستخدم لعلاج حالات الاكتئاب، وجرعة البداية بتكون من 20 ل 30 مللي جرام مرتين يوميا، والجرعة اللي بيكمل بيها بتكون 60 مللي جرام يوميا أو 30 مللي جرام مرتين يوميا. أما بالنسبة للجرعة القصوى فبتكون 120 مللي جرام يوميا. أما لو هيستخدم لعلاج حالات الألم العضلي الليفي، فجرعة البداية بتكون 30 مللي جرام مرة يوميا لمدة أسبوع واحد على الأقل، والجرعة اللي بيكمل بيها بتكون من 30 ل 60 مللي جرام مرة يوميا. أما لو هيستخدم لعلاج حالات اضطرابات القلق العام، فجرعة البداية بتكون 60 مللي جرام يوميا، والجرعة اللي بيكمل بيها بتكون من 60 ل 120 مللي جرام يوميا، وأقصى جرعة ينفع يستخدمها هي 120 مللي جرام يوميا. طيب يا دكتور، هل في بدايل بنفس المادة الفعالة للسيمباتكس؟ أيوة طبعا، أهمها الأدويتين، سيمباليتا، ديبريتريف، دوروكسبرين، دوروكسفيوتال، كارباليتا، نيرفاليتا، والوادي لوكستين. وبكده نكون عرفنا الفرق بين الجابتن كبسول والسيمباتكس كبسول، وعرفنا استعمالاتهم وجرعاتهم ومين الناس الممنوعين من استعمالهم. وأتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالحلقة دي. ولو عجبتك الحلقة متنساش تعمل شير ليها مع أصحابك عشان ناس تانية تقدر تستفاد منها. في النهاية، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.